السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع طلبة الصف الأول الثانوي ولاد وبنات من طلبة الأزهر الشريف. إن شاء الله النهاردة جايبين لكم أهم البراجرافات اللي موجودة في كتاب المعهد. كتبناها وكمان مترجمينها، هقراها لكم بسرعة إن شاء الله. حاولوا تسمعوا الفيديو كويس واحفظوا البراجرافات، وبإذن الله إن شاء الله يجي منهم إن شاء الله. عندنا أول باراجراف: A day I will never forget at the Grand Egyptian Museum. يوم لن أنساه في المتحف المصري الكبير. ده باراجراف مهم يا ولاد. فعندنا هنا كتبنا، هقراه لكم بسرعة والترجمة عندكم. One day I will never forget was my visit to the Grand Egyptian Museum. يوم لن أنساه أبدا لزيارة المتحف المصري الكبير. It was an exciting and special experience for me. كانت تجربة مثيرة ومميزة بالنسبة لي في البداية. Firstly I saw the huge statue. شفت التمثال الضخم الكبير and beautiful ancient treasures that showed that greatness of our history. طبعا عندي بيقول رأيت التماثيل الضخمة والكنوز الأثرية الجميلة التي أظهرت عظمة تاريخنا. بعد كده secondly ثانيا I visited the توت عنخ آمون هول. بعد كده قال ان هو ثم زرت قاعة توت عنخ آمون التي was full of amazing golden objects. كانت مليئة بالأشياء الذهبية المدهشة. moreover علاوة على ذلك I learned many new facts about ancient Egyptian kings and their daily life. طبعا بعد كده على ذلك تعلمت الكثير من المعلومات الجديدة عن ملوك مصر القديمة وحياتهم اليومية. بعد كده يا ولاد عندنا in addition بالإضافة إلى ذلك the museum was very modern and well organized which made the visit comfortable and enjoyable. بعد كده بنقول هنا يا ولاد اتعلمت كمان معلومات جديدة عن ملوك مصر القديمة وحياتهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك كان المتحف حديثا ومنظما بشكل جيد مما جعل الزيارة مريحة وممتعة. في النهاية finally I felt proud of my country. إن أنا كنت فخور جدا ببلدي and its great civilization وحضارتها العظيمة. in conclusion في الختام this day was unforgettable. هذا اليوم يعني يا ولاد لا ينسى أبدا because it combined learning, fun and pride in Egypt's rich history. لأنه جمع بين التعلم والمتعة والفخر بتاريخ مصر الغني. نخش في الباراجراف الثاني يا ولاد. The importance of maintaining culture traditions in a digital world. هنا بنتكلم في العالم الرقمي يا ولاد بعض التقاليد الثقافية المهمة في العالم. in today's digital world في عالمنا الرقمي اليوم، أو نقول في اليوم العالم في عالمنا الرقمي. maintaining cultural traditions is very important. يعد الحفاظ على التقاليد الثقافية أمرا مهم جدا. technology makes life أيضا، التكنولوجيا بتجعل حياتنا أسهل. but it can also make people forget their roots. ممكن نرتجل التكنولوجيا دي أسهل لكنها قد تجعل الناس ينسون جذورهم. first أولا traditions التقاليد help people بتساعد الناس feel connected to their history متصلة بتاريخها and identity بهويتها يا ولاد. secondly ثانيا they teach value such as respect. بتساعد تجعل الناس ينسون جذورهم، بتساعد كل التقاليد الناس على الشعور بالارتباط بتاريخهم وهويتهم. طيب بعد كده يا ولاد moreover علاوة على ذلك traditions bring people together in celebrating and special events. بعد كده ذلك تجمع التقاليد الناس في الاحتفالات والمناسبات الخاصة. بعد كده يا ولاد in addition بالإضافة إلى ذلك they make societies بتجعل المجتمعات unique فريدة and different مختلفة from each other عن الآخرين. however many young people كثير من الشباب spend too much time online and ignore طبعا الشباب الصغير
بيقعدوا وقت طويل على اللاين and ignore يتجاهلوا these traditions هذه التقاليد. Moreover families العائلات and schools والمدارس should encourage يجب ان هم يشجعوا يا ولاد students الطلبة to learn and practice لممارسة الحاجات الثقافية بتاعتهم الخاصة بيهم. In conclusion في الختام using technology is useful استخدام التكنولوجيا مفيد لكن we should not forget يجب ان احنا ما ننساش our traditions ما ننساش الحاجات تقاليدنا يا ولاد because they shape who we are عشان ده حاجات بتشكل هويتنا بتشكلنا احنا. نروح يا ولاد باراجراف رقم C. A healthy habit you have recently started and how it has changed your daily energy level. بعد كده بنلعب على العادات اللي هنا بيقولك اللي بنتكلم عن العادات الصحية اللي ممكن تغير مستوى أدائك. طيب هنبدأ هنا بيقولك healthy habits العادات الصحية play an important role تلعب دور مهم in improving our energy في تطوير طاقتك أو طاقتنا and daily performance وأدائنا اليومي. Recently مؤخرا I started a new healthy habit إن أنا بدأت يا ولاد معناها عادة جديدة that made a big difference وعملت فرق كبير in my life في حياتي. I began أنا بدأت waking up early أصحى بدري and doing light exercise والعادة اللي بدأ أمارس تمارين في كل صباح. Firstly this habit helps me ساعدتني feel active إن أنا أحس بنشاط and ready for the day مع بداية اليوم. Secondly ثانيا exercise improve التدريب أو التمرين بيطور my mood في المود بتاعي and reduce stress وبيقلل الستريس أو الضغط. Moreover علاوة على ذلك I now eat أنا دلوقتي باكل a healthy breakfast فطار صحي which gives my body بيمد جسمي the energy بالطاقة it needs اللي بيحتاجها. In addition بالإضافة لذلك I drink more water during the day بشرب مية كتير أثناء اليوم. So لذلك I feel less tired بحس أقل بالتعب. As a result كنتيجة لذلك I can focus better in my studies أقدر دلوقتي بركز أفضل في دراستي and finish my tasks faster وبخلص مهماتي أسرع. In conclusion في الختام this habit هذه العادة has made me more energetic العادة دي جعلت مني عندي طاقة أكتر and productive أكثر نشاطا وإنتاجية. ندخل يا ولاد على الباراجراف رقم دي ركزوا معايا ويا رب إن شاء الله بإذن الله الامتحان يجي منه من واحد من الباراجرافات دي بإذن الله. رقم دي traditional greeting or festival in your country and what it represents for your community. هنا طبعا بنتكلم عن الأعياد التقليدية أو الحاجات التقليدية المهرجانات أو الأيام التقليدية في بلدك. عندنا مثلا زي حاجات في مصر شبه شم النسيم حاجات كده مميزة يعني. مثلا نشوف كتبنا ايه في الباراجراف هنا بتاعنا. in Egypt في مصر traditional festival الأعياد أو المهرجانات التقليدية play an important role تلعب دور مهم in our life في حياتنا. one of most popular festivals واحد من أشهر المهرجانات الأعياد دي is عيد الفطر عيد الفطر طبعا ده عيد عندنا تقليدي وعيد طبعا إسلامي which comes after the holy month of Ramadan بيجي بعد انتهاء شهر رمضان. first أولا people celebrate بيحتفلوا بيه it by visiting family بزيارة العيلة and friends والأصدقاء and sharing happiness ومشاركة السعادة مع بعض together. secondly ثانيا children أطفال with new clothes بيلبسوا هدوم جديدة and receive gifts and money وبياخدوا هدايا وفلوس اللي هي العادية طبعا. moreover people على ذلك إن people prepare بيجهزوا delicious food طعام شهي ولذيذ and sweets وحلويات which bring joy to every home وبيجيبوا بقى لعب في كل البيوت.
طيب بعد كده in addition بالإضافة لذلك this festival هذا الاحتفال teaches us بتعلمنا kindness العطف love الحب and helping والتعاون ومساعدة بعض الآخرين. For example على سبيل المثال many people الكثير من الناس give charity to the poor during Eid. طبعا في ناس كتير بتتبرع للناس الفقيرة أثناء العيد. In conclusion في الختام عيد الفطر is not only celebration مش بس احتفال but it also represents بيقدم unity الوحدة يا ولاد generosity بيقدم كمان الكرم and strong social bonds in our community وروابط قوية داخل المجتمع. نيجي بعد كده للباراجراف اللي بعده. كده يا ولاد. Voyage to a new world. Imagine you are an explorer discovering a hidden city. بيتكلم إلى رحلة مثلا مثيرة، أو تخيل يعني إن رحلة في مدينة معينة. فهنا a voyage to a new world رحلة في عالم جديد is an exciting dream هو حلم مثير for any explorer لأي مستكشف. One day ذات يوم أو في يوم من الأيام I imagined تخيلت نفسي myself discovering أكتشف مدينة hidden city مدينة مخفية deep in a forest في داخل غابة. Firstly أولا I walked carefully كنت ماشي بحرص through tall trees من خلال أشجار طويلة and heard strange sound وسمعت أصوات غريبة around من حوالي. Secondly I found an old gate covered ثانيا وجدت بوابة قديمة مغطاة بالذهب والرموز. I found an old gate covered with gold and symbols. Moreover على ذلك when I entered عندما دخلت I saw رأيت beautiful buildings مباني جميلة and friendly people وناس ودودة who welcomed me kindly رحبوا بي بعطف. In addition ذلك they showed me their traditions and taught me new ideas about life. كمان وروني تقاليدهم وعلموني أفكار جديدة عن حياتهم. I felt happy شعرت بالسعادة and surprised بالدهشة at the same time في نفس الوقت. In conclusion في الختام this journey هذه الرحلة changed my way of thinking غيرت طريقة تفكيري and made me وجعلتني appreciate different cultures وجعلتني أقدر ثقافات مختلفة. It was truly an unforgettable adventure that I will always remember. لقد كانت مغامرة لا تنسى حقا وسأتذكرها دائما اللي هي I will always remember. طيب الباراجراف اللي بعده مهم يا ولاد، مهم جدا. Should artificial intelligence الذكاء الاصطناعي replace يقول لك هل يجب ان الذكاء الاصطناعي يستبدل humans الانسان in dangerous jobs في الوظائف الخطيرة؟ هل هينفع نستبدل الذكاء الاصطناعي بالبني ادمين في الوظائف الخطيرة؟ دي result for your answer. هنشوف الاسباب والاجابات. artificial intelligence الذكاء الاصطناعي اللي اختصار يا ولاد AI is becoming very important أصبح مهم جدا in our modern life في حياتنا الحديثة especially خصوصا أو بشكل خاص in dangerous jobs في الوظائف الخطيرة. In my opinion في رأيي AI should replace humans in such jobs إن يجب أن الذكاء الصناعي يستبدل بالبني آدمين في مثل هذه الوظائف. Firstly AI can work in risky place like mines or fires without getting hurt. يقصد ان في الرأي يجب ان يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في هذه الوظائف. اولا يمكن للذكاء العمل في اماكن خطيرة مثل المناجم او الحرائق دون ان يتعرض لأذى which help وبيساعدنا safely وان احنا نحافظ على حياة البشر save human life. Secondly ثانيا machines can work for long hours without feeling tired إن الآلات تقدر إنها تشتغل لوقت طويل من غير ما تشعر بتعب. So they can complete tasks more
difficulty معناها إن إحنا نقدر نخلص مهمتنا بشكل أفضل وشكل أسرع. moreover ال AI على ذلك إن AI can reduce human mistakes إن هو بيجنبنا أخطاء البشر in dangerous situation في المواقف الخطيرة. in addition بالإضافة إلى ذلك using AI استخدام ال AI allows people to focus on safer and more creative work معناها إن الذكاء الصناعي بيقلل الأخطاء البشرية في المواقف الخطرة بالإضافة إلى ذلك يتيح استخدامه للناس للتركيز على أعمال أكثر أمانا وإبداعا. however ومع ذلك humans should still control يجب أن يظل البشر مسيطرين على هذه الآلات لكي these machines to avoid لكي نتجنب المشكلات. in conclusion في الختام replacing human استبدال الإنسان with AI بال AI من dangerous jobs في الوظائف الخطيرة is a smart هو حل ذكي ولا الذكاء and safe وأمان decision قرار آمن for the future للمستقبل. ندخل في الباراجراف اللي بعده. write about how learning about sustainable living has changed the way you use resources like water and electricity at home. بيتكلم عن أسلوب الحياة ازاي نتعلم أسلوب الحياة المستدامة اللي ممكن يغير عندنا بعض المصادر زي بعض المصادر زي المية والكهرباء في البيت. طيب learning about sustainable living الحياة المستدامة عشان نتعلم ازاي عن الحياة المستدامة has changing انها ممكن تغير the way طريقة I use resources at home استخدام الموارد في المنزل. firstly أولا I became more careful أصبحت إني أكون أكثر حرصا with water مع المية. so I turn off the tap إن بحاول أقفل دايما الحنفية while brushing my teeth لما أجي أغسل سناني مبقاش مشغل الحنفية طول الوقت فبحافظ على المية كمورد طبيعي. secondly ثانيا I try to reduce electricity use by switching off light when I leave a room. بحاول كمان أقلل من استخدام الكهرباء وبطفي الكهرباء أو الأنوار بتاعتي لما بترك الغرفة. moreover I use natural light بستخدم نور ربنا النور الطبيعي بقى امتى during the day أثناء النهار أثناء اليوم instead of بدل اللمبة. in addition كمان بالإضافة لذلك I avoid wasting بتجنب إهدار energy الطاقة by unplugging device when they are not in use. كمان على ذلك استخدام الضوء الطبيعي خلال النهار إنه طبيعي بالإضافة لذلك تجنب إهدار الطاقة عن طريق فصل الأجهزة عند عدم استخدامها. بعد كده these small actions هذه الأفعال الصغيرة تعمل على توفير المال وحماية البيئة. help me save money تحافظ على الفلوس and protect the environment تحافظ على البيئة. as a result I feel ونتيجة لذلك I feel more responsible إن كده بشعر بإن أنا أكثر مسؤولية for my daily habits بعاداتي اليومية. in conclusion في الختام learning about sustainable living تعلم ازاي اتعلم من الحياة المستدامة has made me more aware and helped me use resources wisely. جعلني أتعلم القيامة أكثر وعيا وساعدني على استخدام الموارد بحكمة. عندنا هنا باراجراف رقم دي describe a modern invention يعني بيقول لك اوصف لي اختراع حديث and explain واشرح how it has made daily life either for your community كيف جعل حياتك اليومية أسهل كمان لمجتمعك. طيب modern دايما يا ولاد الباراجرافات المستخدمة كلها مستخدمة ومستخدم فيها معظم الكلمات اللي أخدناها في اليونتس والليسنز كلها. modern invention has الاختراعات الحديثة has changed our life طبعا غيرت حياتنا and electricity الكهرباء is one of the most important example واحدة من أكثر الأمثلة أهمية. firstly أولا electricity الكهرباء provides light الكهرباء توفر لنا إضاءة ماشي which اللي هي helped بتساعد student الطلاب study at night يذاكروا بالليل. secondly ثانيا it
powered many devices like fans. وكمان بتشغل عديد من الأجهزة مثل المراوح، وإيه كمان refrigerators الثلاجات and computers والأجهزة الكمبيوتر. moreover لو على ذلك electricity makes communication either through phones and the internet. طبعا جعلت الحياة أسهل يا ولاد، والتواصل في المجتمع أسهل من خلال التليفونات ومن خلال الإنترنت. In addition بالإضافة إلى ذلك it helps بتساعدها hospitals المستشفيات use important machine استخدام آلات مهمة جدا to save life للحفاظ على الحياة. For example على سبيل المثال in my community في مجتمع people use electricity daily for cooking. الناس بتستخدم الكهرباء في الطهي اليومي working في العمل and learning والتعلم. As a result كنتيجة لذلك life has become الحياة أصبحت more comfortable أكثر راحة and faster وسرعة. In conclusion في الختام electricity is a basic الكهرباء بقت أساس but powerful non-fiction لكن هي ابتكار لكن في اختراعات تانية حديثة that has made daily life either and better جعلت الحياة أسهل وأفضل for everyone لكل شخص في المجتمع in our community and continue to support development and progress every day. بعد استخدام الكهرباء ابتكار أساسي وقوية جعل الحياة اليومية أسهل وأفضل للجميع في مجتمعنا تستمر في دعم التنمية والتقدم كل يوم. بكده يا ولاد خلصنا الباراجرافات الموجودة في تبع كتاب المدرسة أو كتاب المعهد. حاولوا تراجعوهم، تحفظوا الأفكار، تراجعوا الكلمات والجمل وتكتبوها كمان بخط إيدكم لكل باراجراف. وما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وسبسكرايب علشان تشجعونا بدعمكم بإذن الله، وربنا يكرمكم ويرزقكم النجاح والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.